مساء الخير، ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنعمل فيديو جديد. انا بس طالع حابب يعني ارد على كام واحد هاجمني في اخر فيديو انا عملته. لما طلعت انصح الناس واتكلم واقول الحاجات دي، فبس انا طالع يعني ايه، اوضح شويه اسئله للناس اللي بتهاجم والناس اللي فاكره ان انت بتقول حاجات مش حقيقيه ومش مظبوطه، وان انت بتحاول تداري عنهم الحقيقه هنا. طيب اولا بس انا عايز عشان تبقى عارف، انا ما عنديش اي استفاده ان اداري عنك الحقيقه او اداري عنك الحاجه الموجوده هنا. انا بالعكس، انا بوصف لك وبدي لك الحاجه بالظبط اللي هتيجي تلاقيها. مع اختلاف ان كل واحد بيبقى رايح في ولايه غير الولايه اللي انت يعني اللي انا عايش فيها. يعني مثلا لو انت جاي في نفس الولايه هيبقى نفس الكلام اللي انا بقوله لك هو اللي هتلاقيه. لو انت رايح ولايه تانية هتلاقي مثلا ايه الوضع مختلف، لان طبعا هتلاقي المينيمم ويج او الدخل بتاعك قليل بس المعيشه رخيصه. يعني هتلاقي الرنت رخيص، الايجار رخيص بتاعك، الاكل والشرب رخيص. يعني هي الدنيا هنا في امريكا ماشيه بالوضع ده. لو انت شغال في ولايه غاليه وبتقبض كتير، فالتاكسس بتاعتك، الضرايب بتاعتك كبيره برضه، وفوق كله الايجار بتاعك غالي، الاكل والشرب بتاعك غالي، البنزين غالي، كل حاجه بتبقى مختلفه في السعر بتاعها. نرجع بس لنفس النقطه، للناس اللي بتهاجم وبتقول لك انتوا طالعين بس تقولوا كلام وخلاص، وفي ناس تانية بتقول كلام غير كده، وفي ناس طالعه تقول لا الدنيا حلوه وبسيطه وبيعملوا فلوس كويسه جدا. طيب تعالى بس انا همشي معاك خطوه بخطوه. انا هحسب لك بس اللي عليك شهريا انت هتعمل كام. ولو مثلا انت بتعمل في يعني فور اكزامبل انت بتعمل المبلغ ده اللي انت بتعمله في الشهر، ويبقى وعليك ايه وطالع ايه اللي طالع منك في شهريا انت، عشان تبقى عارف وفاهم الوضع. لان طبعا هي الحياه قريبه من عندك بس مع اختلاف في حاجات تاني احنا مش موجوده عندنا، وتبقى في الدول العربيه او هنا الوضع مختلف شويه. طيب حضرتك انت جيت، انا هتكلم عن نفس الولايه اللي انا عايش فيها، لان انا مش هينفع اوصف لك ولايه ثانيه انا ما عشتش فيها، مع ان انا طبعا سامع، لان انت عايش هنا بقالك 11 12 سنه، فانت سامع من الناس وسامع من الكلام. بس ايه، انا مش هينفع ادي لك الاكسبيرينس يعني مش هينفع ادي لك الخبره اللي انا اخدتها في الولايه دي من ولايه ثانيه، لان انا عايش في الولايه دي، فانا هديك الخبره اللي انا واخدها من الولايه دي اللي انا عايش فيها. خلاص انا مستقر هنا وبقالي 11 12 سنه، هو ده اللي انا هديهولك، اللي انا بتكلم فيه، وده اللي انا بحاول اوضحه في كل فيديو عشان تبقى فاهم. بس طبعا مع اختلاف وجهات النظر، وفي طبعا ناس بتهاجمك مش فاهمه ومش عارفه اي حاجه في اي حاجه، وطلع يهاجمه خلاص. هو عنده كراهيه وعنده يعني زي ما بيقولوها هي كده، عنده طالع يهاجم في اي حاجه وخلاص، ومش فاهم في اي حاجه. طيب حضرتك يعني خلينا هنقول ان انت وات ايفر دخلت البلد، وات ايفر بقى باي وسيله انت دخلت فيها البلد، انت دخلت البلد هجره، دخلت البلد متجوز، دخلت البلد دراسه، لان هي دي الحاجات، لجوء، هي دي الحاجات الموجوده اللي انت هتعمل فيها اقامه وتعيش جوه البلد. طيب حضرتك انت مطلوب منك عشان تعيش جوه البلد، مطلوب منك مكان تقعد فيه كويس. المدينه اللي انا عايش فيها يعني اقل شقه ممكن تلاقيها لمحدود الدخل، وتقول ان هي دي يعني اقل حاجه انت ممكن تلاقيها، وتبقى في اخر الدنيا محذوفه وحته مش كويس، يعني حته مقبوله، بس اللي هو انت النيبرهود بتاعك يعني مش يعني خلينا نقول 80% من النيبرهود بتاعك مكسيكان، اللي هم ناس من المكسيك جايه ومحدودين الدخل، ما بيعملوش فلوس كتير وبيدوروا على اقل حاجه يعيشوا فيها. خلينا انت هتعيش في حاجه زي كده. طب انت بتتكلم في حاجه مثلا كده في $1000، ده لو انت هتاخد اوضتين وصاله مطبخ وحمام، شقه صغيره في منطقه محذوفه عشان بس تعرف تعيش وتقول يا مسهل، ده مبدئيا. طيب ده $1000. حضرتك $1000 ده بس للايجار. عندك انت طبعا احنا هنتكلم مع اختلاف بقى ان انت جاي بعيله او جاي لوحدك. لو جاي لوحدك في حاجات تاني ممكن تتقال وفي حاجات تاني ممكن تتعمل، الوضع مختلف. لو انت جاي لوحدك انت مش محتاج انك تاخد شقه في البدايه مع حد او حاجه زي يعني لوحدك، وعشان تستقر كده انت ممكن ربنا يكرمك تشوف لك اوضه مع ناس ساكنه في بيت. في بيوت هنا بيأجروا بالاوض، كل واحد عنده اوضه، في شيرنج للمطبخ وللحمام. انت يعني بتستخدم المطبخ والحمام معاهم، بس انت عندك اوضتك، انت عايش في البيت بس انت عايش في اوضتك. اي نعم بتستخدم المطبخ وتستخدم الحمام، ده بيبقى رخيص، لان انت ممكن تلاقي لك حاجه مثلا ايه 750 800 حاجه زي كده. يعني انت حتى لو واخد اوضه برضو المبلغ، لان هو الايجار بيبقى بيتقسم 3 4 افراد، بيقسموا او 5 افراد حسب الناس اللي في البيت، وبيقسموا الايجار اللي في البيت على الناس الموجوده مع اليوتيليتيز. طبعا بيبقى جاي عندك، لان طبعا بيبقى الايجار بتاعك مثلا 700 750 وات ايفر 800 بقى زي ما يكون. وفي حاجات تانية بتتضايف، اللي هي الكهرباء، الميه، الانترنت. يعني في حاجات كده بتبقى في البيت مشتركه، بيبقى في 3 4 في البيت او 5 حسب الافراد اللي في البيت، وبيقسموها كلهم مع بعض وبيحطوها ايه، بتبقى بتتضاف. انت مثلا
عندك الشهر ده 100، عندك الشهر ده 150 دولار. فوق الايجار بتاعك ممكن تبقى 50، ممكن تبقى 75، حسب الافراد الموجودين في البيت. فطيب ده لو انت جاي فرد لوحدك مثلا، يعني لو انت جاي فرد لوحدك وما معكش لا عيله ولا حاجه، انت كده بطولك، ودي افضل، يعني ده بيبقى افضل وسيله ليك، اللي هو انت اقل حاجه بتدفع في ايجارك كده. تعالى حضرتك عشان تتحرك هنا في الولايات، يعني 80% من الولايات الموجوده هنا كل واحد عنده السياره بتاعته، كل واحد بيستخدم السياره بتاعته. في مواصلات بس قليله، لان 80% بيستخدم كل واحد عربيته. عشان تبقى عارف هتطلع امتى، هتخرج امتى، هتيجي امتى من الشغل، انت عندك المواصلات بتاعتك. غير بقى انت لو عايش في مدينه زي نيويورك، لو انت عايش زي مدينه في شيكاغو، لو انت عايز مدينه في سان فرانسيسكو، لو انت عايش في الاي، لو انت عايش في المدن الكبيره دي المدن الكبيره بيبقى فيها مواصلات، اللي هو بيبقى فيها باص وفيها ترين او مترو حاجه زي كده. يعني انت ممكن تستغنى عن السياره، مع ان ده برضه هيبقى هيسبب لك شويه مشاكل، لان انت طبعا لما يبقى عندك السياره بتاعتك بتتحرك في اي وقت، بتروح في اي مكان، ما عندكش اي مشكله بالسياره بتاعتك. لو انت حضرتك مش جايب فلوس عشان تشتري السياره بتاعتك، وعشان تبقى عندك وسيله المواصلات بتاعتك وتمشي بيها، هتحتاج ان انت تشتري سياره. يعني هتحتاج ان انت تشتري سياره من هنا. عشان تشتري سياره من هنا قدامك حل من الاثنين: يا اما معاك فلوس كاش بتدفعها وتستلم السياره بتاعتك، بتجيب لك حاجه مستعمله قديمه كده يعني تمشي بيها حالك، مش شرط تكون في الثمانينات او في التسعينات زي عندنا. انت هنا ممكن تشتري حاجه في 2000، 2005، 2007، 2010 زي ما يكون. لو انت عندك فلوس بتشوف لك حاجه على قد المبلغ اللي معاك وبتشتريها. ده لو انت معاك فلوس كاش وعاوز تشتري. لا مش عندك ده، انت ممكن طبعا عشان في البدايه ما عندكش كريدت سكور وما عندكش اسمك مش على السيستم، هتشتري بس بالغالي، اللي هو هيدولك بالتقسيط بس بالغالي. يعني لو واحد عايش في البلد وعنده واسمه على السيستم وعنده كريدت كارد وعنده الحاجات دي كلها متسطبه، بيدفع مبلغ صغير يعني بيدفع مبلغ صغير للقسط بتاعه في الشهر. لكن انت عشان ما عندكش الكلام ده، فانت هتضطر تدفع مبلغ كبير. فانت هتدفع بقى وات ايفر 2000 3 مقدم، وبعد كده هيقسطوا لك باقي الحاجه بتاعتك مع القسط، مع الفايده بتاعت القسط. هيحطوا بقى ما تعرفش بقى 10%، 12%، حسب ما يكون، لان انت ما عندكش كريدت سكور يغطي، او ما عندكش اسمك مش على السيستم. فطبعا انت كده عندك سياره محتاج تجيبها، ده موضوع تاني. خلينا نتكلم في الميت خالص. هتجيب حاجه يعني وهتدفع اللي انت هتدفعه وهتعمل القسط بتاعك، هنقول في الميت 250 دولار، 200 دولار. طيب واتكلمنا ده لو انت يعني خلي بالك مع الحسابات دي بتختلف من فرد لوحده او انت معاك عيله. طيب ادي السياره بتاعتك. السياره دي هيبقى عندك القسط بتاعها انت هتدفعه فوق الفلوس بتاعت الايجار. انت كده بتتكلم مثلا دخلت في 1000 دولار. ده لو انت جاي لوحدك. لو انت جاي معاك حد انت هتاخد شقه، مش هينفع تعيش انت ومراتك وابنك او بنتك في اوضه في مكان زي كده، فانت هتاخد شقه، فالمبلغ بتاعك الايجار بتاعك بيزيد، فانت كده داخل في مرحله ثانيه. خلينا 1000 دولار، خلينا نتكلم في 1000 دولار ايجار، وعندك قسط سياره 250 دولار، ادي 1250. وعندك بنزين للسياره حسب التحرك بتاعك اللي انت هتتحركه. خلينا يا عم هنتكلم، هتحط ارخص بنزين، خلينا يا عم هنتكلم 300 دولار في الشهر حسب تحرك. مش هتتحرك كتير غير من شغلك لبيتك، من بيتك لشغلك وللسوبر ماركت تجيب حاجتك وترجع، ومش هتتحرك وهتتحبس في البيت. يا عم خليك هتتحط 250 300 دولار بنزين. طيب ادي 300، واحنا حسبنا هناك كام؟ 1200 ولا 1250، يعني انت كده دخلت في 1500 او 1550. اكلك وشربك. طيب اكلك وشربك ده بيرجع ليك انت. ممكن حضرتك تمشي شهرك كله ب 200 دولار، مش محتاج تاكل وتشرب. خلاص انت مش عايز تاكل وتشرب، وهتقضيها ماكدونالدز او هتقضيها فاست فود، هتروح تجيب ب 10 دولار سندوتشات تاكلهم وخلاص. بس طبعا انت ده برضه ده بيرجع لنفس اللقطه اللي احنا بنتكلم فيها. لو انت جاي لوحدك مش فارق معاك، انت عايز ساندوتش او عاوز اي حاجه او عايز ميل خفيفه تاكلها كده وعلبه تونه ويومك اتقضى وخلاص، وهتعيش بقى عيشه العازب وعيشه المتغرب وتقضي يومك وخلاص. لا عايز تطبخ وتاكل وعايز تكلف، هتروح حضرتك تجيب شويه فراخ او هتجيب شويه ستيك او هتجيب شويه بيف او هتجيب وات ايفر بقى وتعملهم في البيت وتاكل منهم مره واثنين وثلاثه وتحط في الثلاجه، مفيش مشكله. ده بيرجع ليك انت في ادارتك، انت في مقدرتك تاكل ب 200 300 دولار في الشهر كله، وبمقدرتك تاكل ب 1000 دولار. ده بيرجع ليك. بس خلينا نتكلم ان انت هتعيش على القد وهتربط الحزام ده على الاخر، وده اللي انت هتصرفه. فطيب ده يعني خلينا نتكلم في 200 300 دولار الشهر كله انت اكلت فيهم على الفلوس اللي حضرتك اللي عملناها قبل كده، اللي اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هي 1500 ولا 1600 دولار، ضيف عليهم 300 دولار يطلع بشربك. ادي يا سيدي 1800 دولار. ولسه ما اتكلمناش طبعا لو بتدخن، ده بادجت تاني بتضيفه على الفلوس، بتضيفه ده حسب ما انت هتجيب علبه سجاير بتاعتك او انت بتدخن بقى حسب. يعني ده لو انت بتدخن ده مبلغ تاني. حضرتك عندك
السياره اللي انت هتجيبها بيدفع عليها تامين. انت هنا ما بتسوقش السياره وخلاص، هنا لازم تعمل تامين على السياره بتاعتك قانوني. انت لازم تعمل تامين على السياره بتاعتك. بتدور على ارخص تامين. خلينا يا عم هتجيب حاجه عشان المشكله ان انت يعني ان انت اسمك مش على السيستم، والانشورنس مش هيلاقي حاجه عنك، وما بتسوقش قبل كده. ودي مشكله بالنسبه للانشورنس، لان انت طول ما انت يعني مهاجر وما بتسوقش هنا ومش عارف القوانين وما بتسوقش، معنى كده ان انت نسبه الخطر بتاعتك كبيره، لان انت ممكن تعمل حادثه في اي وقت، لان انت لسه بتتعلم الدنيا. فالانشورنس بتاعك بيبقى غالي. خلينا نتكلم في 100 ل 150 دولار بس. احنا خليك يا عم ربنا كرمك ولقيت حاجه رخيصه جدا، لقيت حاجه بايه؟ ب 100 دولار. مش فول كفرنج، يعني انت مش فول كفرنج، بس ايه، مغطيه، يعني مغطيه لو في حاجه زي كده. طيب ده 100 دولار على الفلوس اللي احنا حاطينها هناك. احنا كده دخلنا 1700 1800 دولار، ولسه ايه عندك حاجات تاني. تعالى بعد كده عندك تاني التليفون. انت عايز تليفون، وانت هتعيش جوه البلد ازاي؟ ما انت لازم يبقى في تليفون عشان تقدم على شغل، عشان تحط الريزومي بتاعك، عشان تعمل الحاجات دي انت محتاج تليفون او محتاج كمبيوتر. بس يعني حتى لو عندك كمبيوتر انت لسه محتاج تليفون عشان تتعامل، تكلم اهلك، تكلم حد هنا، ما انت هتستقبل على ايه؟ لازم يبقى عندك تليفون. طيب عشان تجيب تليفون برضه حضرتك اقل حاجه هتروح تجيبها تليفون، يعني خلينا نتكلم خالص 50 65 دولار، اللي هو انت بتجيب التليفون بالخط وبتدفع كل شهر 65 دولار او حاجه زي كده. ده اللي هو ايه، ما تستناش ايفون وحاجات زي كده او حاجه كبيره. انت عايز حاجه بس تشغلك، لا حضرتك عايز ايفون، عاوز سامسونج، انت كده بتكلف 75 ل 100 دولار في الشهر، لان انت هنا هم بيقسطوها لك برضه، هتمشي معاك بحاجه زي كده. ده يبقى عندك التليفون، عندك السياره، عندك اكلك وشربك، عندك ايجارك، عندك قسط السياره، او عندك الانشورنس بتاعك اللي هو التامين بتاعك. ده لو انت، احنا كل ده بنتكلم ان انت لو جاي لوحدك او بتتكلم او انت جايب حد معاك، كل ده بيختلف. وبرضه عايز زي ما بقولها لك بالاخر اللي احنا بنتكلم فيه، وبنتكلم يعني انت شادد الحزام على الاخر، انت بتتكلم في 2005. في حاجات تانية هتطلع لك عشان تبقى واخد بالك، في حاجات تانية بتظهر لك انت ما بتبقاش عارف، يعني انت بتبقى حاسب حساباتك وماشيها على قد، بس في حاجات تانية بتظهر لك، في حاجات تانية بتطلع كده في نص الوقت. انت ماشي اشتريت السياره وكل حاجه، ومره واحده انجن لايت ستارت، الشاشه عندك على العربيه ظهرت لك مشكله، الاربع كاوتشات عايزين يتغيروا، وات ايفر بقى، انت عندك اي حاجه ظهرت لك، تعبت وعييت، ده موضوع تاني. او انت او اي حد من اسرتك. ليه؟ لان انت لو شغال فول تايم والشركه اللي انت شغال فيها بعقد وعامله لك عقد، معنى كده ان هم ايه، لو انت تعبت او عييت، او انت او حد من عيلتك، بتروح تتعالج على حساب الشركه، بس بتدفع حاجات ايه، رمزيه، بتدفع حاجات خفيفه. الشركه بتدفع لك 70 80% من الانشورنس ده، وانت بتدفع حاجات خفيفه، يعني لسه برضه بتدفع. ده لو انت جاي لوحدك او انت جاي بعيله معاك بيختلف. لاحظ ان انا بقول لك الكلام بيختلف، كل حاجه بتختلف عن فرد لوحده او انت جاي مع عيله. زي ما قلت لك في حاجات تانية هتطلع لك في وسط الطريق، انت ما بتبقاش واخد بالك منها ومش عامل حسابها، بس بتطلع لك مره واحده، لان ده الطبيعي، لان انت برضو ايه، انت عايش في مدينه وعايش في بلد ما تعرفش ليه. ده غير فوق كل ده، انت مش هينفع، يعني معلش، انت جاي وات ايفر بقى، انت جاي من مصر، جاي من الكويت، جاي من السعوديه، جاي من دبي، جاي من عمان، البحرين، جاي وات ايفر بقى، انت جاي منين؟ انت مش هينفع تتحبس في المكان اللي انت عايش فيه وتقول بيت وشغل وشغل وبيت وخلاص. ما هو في ايام فاضيه، في يوم عندك اجازه اليومين. انت لو جاي لوحدك برضه نفس النظام، عايز تطلع وعايز تخرج وعايز تروح مكان وعايز تغير عن نفسك شويه، مش هينفع تحبس نفسك في اوضه 4 حيطان. يعني احنا مش انت فاهم، انت مش متحرك بالريموت، انت بني ادم عايز تخرج وتتحرك شويه يعني مش هينفع تعمل كل حاجه اللي انت تتحبس وتقضيها كده. حط في معلومتك ان انت عشان تفكر ان انت تخرج وتقول يا مسهل وهخرج واروح مكان، وتفتح باب البيت وتطلع وتحط نفسك جوه السياره بتاعتك وتطلع، فلوس. اي مكان هتروحه طالع عندك بفلوس. عايز تاكل بره هتحط بنزين، عطشت عايز تجيب حاجه تشربها، مصاريف، الدنيا مصاريف. فحضرتك بتتكلم مثلا، يعني خلينا نتكلم في الميت خالص، ان انت مبدئيا يعني محتاج لك 2500 دولار. انا حكيت، انا كل اللي بتكلم معاك، مش عايز انا ممكن افضل اتكلم في ساعه عن الحاجات اللي هتظهر لك تاني، بس انا بتكلم في الحاجات الاولويات اللي هي اللي انت بس هتلاقيها مبدئيا لازم تبقى موجوده في حياتك، في ايجار، في سياره، في بنزين، في اكل وشرب، في تامين تليفون، في حاجات كده مبدئيا يعني اساسيه في حياتك لازم فاحنا عشان بس ما نخشش في 20 دقيقه فيديو، يعني بنتكلم في الحاجات اللي هي بس انت مبدئيا ممكن تلاقيها او انت محتاجها. فاحنا بنتكلم في 2300 2500 دولار. طب 2500 دولار ده المطلوب منك شهريا
عشان بس تقول يا مسهل وعايش، عشان بس تقول يا مسهل وعايش. خلي بالك ان انت لو هتاخد شقه لوحدك مجبر تدفع الكهرباء بتاعتك لوحدك، مجبر تدفع الميه بتاعتك لوحدك، مجبر تدفع التامين الانترنت بتاعك لوحدك. كل مصاريفك وكل البيلز اللي عليك انت هتدفعها لوحدك، مفيش حد هيشير معاك، لان انت واخد الشقه لوحدك، عايش لوحدك، فانت هتقوم بده. لكن انت لو عايش مع حد ده بيختلف، في تقسيم بينك وبين الناس الموجوده. انا بحاول اوضحها لك عشان تبقى فاهم كده. طيب انت جاي جديد، يعني خليك جاي جديد داخل بلد جديد، وده اللي انت تقدر تعمله، اللي هو انت عملته، اللي هو انت تقدر تعمله ان هو مثلا ايه، خليك عملت $3000 بعد ما دفعت فواتيرك وحاجاتك زي كده. خليك عملت يعني انت بتعمل $3000، انت راجل جاي جديد ولسه بتقول يا مسهل. اصل انت معلش مش هتيجي من اول سنه وتنزل في الشغل وتروح تعمل $5000-$6000 في الشهر، ما هو ده مش هيحصل، ده مش هيحصل. انا ما عشتوش، هو ممكن نصيبك ورزقك يبقى غير نصيبي ورزقي، بس انا يعني انا ده ما لقيتوش. انا لما جيت في البدايه كنت بعمل $1500 و$1700 2011 بالبدايه بتاعت 2012، وما كانش ينفع اعمل اي حاجه تاني، كنت راضي بالوضع وخلاص. ليه؟ لاني عارف وقت بس ما رجلي تتحط في البلد وافهم الدنيا اكتر وكده هغير من اللي انا فيه وهقدم نفسي وهمشي شويه عشان اعمل فلوس اكتر من اللي انا بعمله. فاللي انا عايز اوصله لك ان انت مثلا خليك هتعمل $3000 في الشهر. طب انت بعد ال $3000 هتدفع منهم $2500. ده احنا لسه زي ما قلت لك احنا ما اتكلمناش في حاجات كتير، احنا اتكلمنا في البيزك اللي هو انت بس محتاجه. يعني حضرتك هتبقى الدنيا برضه يا دوب، يعني يا دوب الدنيا ماشيه بالعافيه وماشيه زق وماشيه يعني مستوره الحمد لله، يعني هي مستوره. هو ده كويس مش وحش، وانا ما بقولكش الهجره وحشه، انا بس بحاول افهمك الوضع. بعد سنه بعد اتنين انت بتعمل 3000، ممكن يبقى عندك 4000 $5000، بتعمل $5000 في الشهر وربنا كرمك، وممكن تعمل اكتر من كده. امورك بتتغير، بدل ما تاخد شقه تاخد بيت وتبقى قاعد في بيت لوحدك وتشتري. الامور بتتغير حسب ايه؟ حسب كل واحد نصيبه، حسب ايه اللي هتلاقيه. اللي انا عايز اوصله لك بس ان انت ما تيأسش، وارمي حملك على ربنا وخليك ماشي واعمل اللي عليك، وربنا ايه يكمل الباقي. الحاجه الثانيه اللي طالع يهاجم يا حبيبي، انا والله مش مستفاد حاجه، انا مش واخد منك حاجه، انت ما بتدينيش حاجه، وانا مش مستفاد حاجه من الكلام اللي انت يعني انا من اللي انا بقوله لك ده، انا مش مستفاد منك اي حاجه، بالعكس انا بنصحك لوجه الله. فانت حضرتك عايز تقبل النصيحه اهلا وسهلا، مش عايز تقبل النصيحه دي براحتك، دي حاجه ترجع لك. انا ما ينفعش اقول لك يعني انت تقبلها او لا، بس ملوش لازمه تطلع تهاجم. عندك كلمه حلوه يا سيدي اطلع قولها، مش عندك كلمه حلوه يا سيدي خليها لنفسك. احنا مش محتاجين ان انت احباط ترجع تقول لي وايه اللي مخليك عندك يا سيدي. ما انا هرجع اقول لك نفس الجمله ونفس الكلمه. ايه اللي يرجعني؟ انا راجل هاجرت بقالي 11-12 سنه، ايه اللي يرجعني هناك تاني؟ ما انا عايش هنا خلاص واستقريت، وبحاول ابني نفسي، وبحاول يعني بحاول اساعد نفسي وبساعد اهلي وبساعد ناسي، وعندي اولاد بحاول اربيهم. ايه اللي يرجعني تاني؟ انا مش مليونير يا سيدي، مش مليونير، بس عايش كويس، شغال، بدفع فواتيري ومستوره، وعندي مبلغ صغير في جيبي خلاص. الحمد لله. ايه اللي يخليني بقى ارجع تاني في مكان تاني واروح ابدا تاني وادور من تاني واعمل ليه؟ ملوش لازمه. فاتمنى بس من الناس اللي بتطلع تهاجمك وتقول كلام زي كده بلاش منه، يعني بلاش منها الحاجات دي، وبلاش الطاقه السلبيه اللي انتوا فيها. لو عندك كلمه صدقني احنا عندنا اللي مكفي، صدقني احنا يعني انا عايز اقول لك حاجه صغيره جدا. انت ما تبقى مهاجر لوحدك زي كده، انت لوحدك هنا، مفيش حد معاك، لا اصحاب لا اهلك ولا اي حاجه، انت لوحدك بطولك. بترجع من شغل، بتصحى من النوم بتبقى قاعد في مكانك لوحدك، بتصحى بترجع من شغلك بتبقى قاعد بين 4 حيطان لوحدك. حتى لو تعبان او في حاجه مضايقاك او في حاجه يعني مزعلاك، انت مش عارف تفضفض لحد، انت مش قادر تتكلم لحد. يا اما تتكلم حد من صحابك او اهلك في بلدك، يا اما تحطها جوه نفسك، مش هتتغير تاني، لان مفيش حد معاك تاني، انت لوحدك. فخلي بالك النقطه دي ممكن تبقى في البدايه مش حاجه مش كبيره في حياتك، هتبقى اول مثلا ايه اللي هو عادي انا طول حياتي عايش، بس صدقني بعد سنه واثنين وثلاثه الغربه بتبان عليك، والحاجات دي بتبقى فارقه جدا معاك. انا بقول لك من تجربه شخصيه انا عايشها، وانا عايشها بقالي 12 سنه. اتمنى بفدتكم في الفيديو ده، وان شاء الله نعمل فيديو تاني بس ما ناخدش 20 دقيقه. بس انا حبيت اوضح لان في حاجات كتيره، واللي عنده اي سؤال انا يعني I'm more than happy to help you answer any question. وان شاء الله اشوفكم على خير.